السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم أخوكم علي البغدادي من قناة علي البغدادي. طبعا اليوم راح نهكر هذني 3 برامج، هذا وهذا اللي جاي ينزل هم. هذا البرنامج الثالث. طبعا طريقة التهكير نفس التهكير. طبعا أني مهكر برنامج ريال فولور، وأول من نزل تهكير البرنامج باليوتيوب هو علي البغدادي قبل تقريبا 4 أشهر. نزلت 3 ثغرات، واحدة مال زيادة السرعة، وواحدة مال التقييم، والثانية مال نسخ البرنامج إلى عدة نسخ وتزيدهن عن طريق الجواز اللي طلعا راح ينفتح عندك بكل النسخ. طبعا شرحت عليهم باليوتيوب وأنا حذفت الفيديوهات، بس اكو هواي من القنوات ناشرة يعني الفيديوهات مالاتي فتلقونهم باليوتيوب. فما احتكر عليكم اي فكرة نهائيا. فاليوم راح اشرح لكم فكرة التقييم. طبعا هواي من الاشخاص كتبوا لي على البغدادي ليش ما تنزل لنا تهكير هذا البرنامج، ليش ما تنزل لنا تهكير هذا البرنامج، خبصوني خبيصة بالقرآن. فانا ما احتكر عليكم اي فكرة، انتم مشتركيني واذا انتم اضم عليكم عاد المن نفتح قناة تاني. المهم فانتم تدللون باعوا شباب. طبعا هذا البرنامج وهذا البرنامج وهذا البرنامج اللي دا ينزل نفسية التهكير. طيب انت شو تسوي؟ اول ما تجي تفتح هذا البرنامج، بعد ما فتحت هذا البرنامج راح يطلع عندك هاي مال التقييم. شوفوا هاي مال التقييم. طيب انت هاي مال التقييم اللي تطلع عندك، يشوفون هاي مال التقييم. هاي انت لازم مثلا شلون تخليها يعني تبقى الثغرة تنفتح عندك. هاي مال التقييم اول ما تفتح الحساب لا تقبل تضغط على كلمة ريتي، لا، عوف الحساب مفتوح وبعد ذلك ارجع سد للحساب. يعني عوفه فد مفتوح فد ساعة ولا تضغط على هاي الريتي، لا عوفه مفتوح فالساعة هيجي لكن انت الحساب اللي الشغله حطيت بيه حساب وطلع لك هاي مال التقييم. قلنا تعوفه مفتوح بس لا تطلع، يعني اطلع من الدقمه اللي بالنص الهوم هيك اطلع. يعني شلون هسه انا طلعت، يعني لا تسد البرنامج عوفه في الساعه، بعد ورا ساعه ارجع سد البرنامج. ارجع شلون تسده؟ يعني هيك شلون هسه هذا هيك الخيار هيك وتلغيه. هذا بقى تلغيه من تلغيه راح يرجع ينفتح عندك. من يرجع ينفتح عندك راح تطلع هم عندك هي تبقى ثغره نفسيتها هاي مال الرايتي، ولكن راح تشلب عندك، حيصير اكو خلل بالبرنامج. جاي تفتهموني؟ اعيد لكم. طبعا انت اول ما تنزل البرنامج راح تسوي حساب جديد، او اذا انت كنت بنزل البرنامج سوي له مسح بيانات، سوي حساب جديد وارجع فتحه. من تطلع لك هاي مال التقييم لا قبل تضغط على رايتي، لا عوف الحساب مفتوح لمدة ساعة. بعد ذلك من تجي ورا ساعة شو تسوي؟ التطبيق من تفتحه اطلع من الهوم ثم دوس على هذا الخيار، وهسه من هنا تلغي. من تلغي راح يرجع ينفتح، راح تطلع عندك هاي الثغرة مفتوحة. طيب هسه هاي الثغرة راح تقدر تجمع نقاط 100 كل ساعة 100. يعني ما راح حتمل من النقاط، تزوع تقوم تتقيا نقاط. طبعا عفوا على الفاظ لكن حابب اوصل لكم الفكرة. ف مثل ما تشوفون هسه انا حضغط على كلمة ريتي، بعد ذلك يطلع لي هذا السوق بلاي، ارجع اضغط على هذا الخيار الثاني مثل ما تشوفون. بعد ذلك اضغط على هذا الخيار مثل ما تشوفون هاي كلمة ريتي. هسه حضغط عليها على هاي ريتي مثل ما تشوفون، ضغطتها هم طلع لي سوق بلاي. ارجع اضغط على هاي، بعد ذلك اضغط على هاي، شوفوها طلعت لي ريتي. اضغط عليها ارجع، ثم اضغط على هذا الخيار، ثم اضغط على هذا الخيار. شوفوا هم دي يطلع عندك كلمة ريتي والنقاط تزداد. طبعا انت تقدر تستخدم برنامج هايرو ماكرو، هو يعني يعيد لك هاي العملية. تضغط هنا وترجع، وبعد ذلك تضغط هنا مثل ما تشوفون هاي النقاط شلون جاي تزداد. فما ابخل عليكم باي شيء، لان انتو اذا انتو ابخل عليكم لعد الا من نفتح قناة اني يا اعزائي يا مشتركيني. طيب مثل ما تشوفون هسه شلون هاي ما راح تنسد، راح تظل تزود النقاط وتشبعون نقاط وتدللون. طبعا طريقة كل سنة مثل ما تشوفون هيجي وللصبح. طيب عندك بعد ايش عندنا؟ طيب طبعا اللي يسألوني على شلون بالتعليقات السابقة تقريبا من تغلق القناة اكو كم تقريبا بيهم 14 شخص، منهم 2 اعرفهم. سألوني شلون تضرب
الاجهزه الاندرويد عن طريق الاي بي. طبعا اذا عندك كالي لينكس، توزيعات كالي لينكس طبعا فالشرح شوي بسيط. طبعا تفتح التيرمينال، بس خلي اقرا لكم. طبعا تكتب الامر بينج PING، بعد ذلك تضغط على الشرحة. نوبة تكتب الاي بي على سبيل المثال مثلا 192 مثلا نقطة 1 مثلا 8 نقطة مثلا 0.1 على سبيل المثال. طلع هذا الخيار مثل ما تشوفون. طبعا هسه لي شوي اللي صار ده شكل عندي من الاول، يعني الاي بي كتبت على سبيل المثال الخطا. طبعا هنا يطلع لي ماكو بيانات، فانت تضغط قلنا الامر بينج وراح يبدي الاجهزه التوزيع تشتغل عندك ويقوم يضرب الاي بي. طبعا لازم تكتب الاي بي صحيح مال الجهاز على مود يشتغل عندك البرنامج او التوزيع مالك على لينكس. فطريقه كلش سهله وبسيطه. فاتمنى هذا طبعا هاي الاجابه كانت للاشخاص هذول اللي يسألوني. فأتمنى هذا الشرح عجبكم مال هذا البرنامج من تيوربوس والتهكير. طبعا الثغرة تمشي على هذا البرنامج، ومثل ما قلت لكم على جميع الإصدارات. فكان وياكم أخوكم علي البغدادي، وشوية راح أغيب عليكم شوية فترة قصيرة، فلذلك اليوم نزلت 3 فيديوهات. فلا تبخل علينا باللايك، اضغط لايك وعلق من ذوقك وقدر التعب اللي أنا يعني أبذله على مودكم أنتم يا أحلى مشتركين بالكون كله. فكان وياكم أخوكم علي البغدادي من قناة علي البغدادي، تحياتي لكم.